السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم جلاش محشي بالكنافة والمكسرات، بس بجد طعمه تحفة. مش هياخد منكم 10 دقايق ولا هنتهم بقى ورقة بورقة، هنعمله كله كده مرة واحدة بطريقة حلوة جدا. تعالوا نشوف على طول الطريقة. بس لو اول مرة تشوفوني، انا اسماء شاور ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أول حاجة طبعا بجهزها هي الشربات، والشربات بيكون تقيل وبارد. معايا كوباية ونص من المية، حطيت عليهم كده كوباية ونص من السكر. هاخد بقى الحلة دي واحطها كده على النار واقلب السكر كده لحد ما يدوب معايا. واول الشربات ما يغلي بنزل عندي بعصرة نص ليمونة، بسيبه بقى كده على نار وسط حوالي 12 دقيقة ويبقى الشربات كده جاهز معايا. بعد كده هنعمل حشوة الجلاش، وجبت معايا طاسة وحطيت فيها معلقتين كبار كده من السمنة. طبعا لو انتوا حابين تعملوا الجلاش سادة ممكن تعملوه سادة لو انتوا حابين. هحط بقى على معلقتين السمنة كده حوالي ربع كيلو من الكنافة، والكنافة دي انا مكسراها ناعم كده. هاخدها على النار وافضل اقلب فيها باستمرار لحد ما تاخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. وبكده الكنافة تكون اتحمرت معانا. هفضيها في طبق عندي بالشكل ده كده، وهنزل بقى على الكنافة دي ب3 معالق كبار من السودان المجروش، وكمان 3 معالق كبار من جوز الهند. لو حابين تضيفوا اي مكسرات تانية انتوا حابينها ممكن تعملوا كده. وقلب كويس جدا بقى كل الحاجات دي مع بعضها كده. وخلاص كده خلصنا الحشوة بتاعتنا. بعد كده بجيب لفة جلاش على بعضها اللي هي نص كيلو، وابدأ اقطعها كده شرايط زي ما انتوا شايفين. هقطعها كده بمقص او بسكينة 5 شرايط كده من لفة الجلاش. قطعتها بالشكل ده، اركنهم بقى كده على جنب واخد واحدة بواحدة كده واحط عليها الحشوة اللي احنا عاملينها. ابدأ احط الحشوة في نصها كده. بعد ما بحط الحشوة بروح تانيها كده على بعضها، مفيش اسهل من كده. بروح واخداها بقى كده وحطها في قلب الصينية واجيب واحدة تانية. اخد الحشوة كده واحطها في نص الجلاش بالشكل ده. طبعا لو حابين تعملوه سادة هتتنوها على طول من غير ما تحطوا اي حشوة جواها، هتبقى نفس الطريقة. اخدها بقى وارصها في الصينية واعمل كل الكمية عندي بالشكل ده. بعد ما رصيتهم في الصينية كده لازم اقطعهم قبل ما يستووا طبعا، لان هي اول ما بتطلع بتكون ناشفة، ما ينفعش اقطعها بعد التسوية. فقبل التسوية بروح مقطعاها كده، قسمتها بالنص، وكل نص قسمته على 2. لو حابين انتوا تعملوها قطع صغيرة ممكن تقطعوها اصغر من كده. بعد كده هجيب معايا بقى كوباية من السمنة مسيحاها كده، وابدأ اوزعها على كل الجلاش بالشكل ده. هو طبعا هيغلي في بعضه وهيتشرب السمنة اللي انتوا شايفينها دي، من غير بقى ما نقعد ندهن ورقة بورقة ولا الكلام ده. بجد هتطلع معاكوا تحفة. دخلها الفرن بقى على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، بولع من تحت بس. اول ما تاخد لون احمر من تحت بروح مولعة الشواية علشان كمان وشها يحمر. هتاخد في الفرن معاكوا حوالي 40 دقيقة. واول ما تطلع وهي سخنة كده على طول بنزل عليها بالشربات التقيل البارد، وبتبقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. يا سلام بقى لو عملتوها كده وبيتوها لتاني يوم بتكون احلى كمان من اول يوم. عامة اي حلويات شرقية ما تعمليها وتبيتها لتاني يوم بيبقى طعمها احلى بكتير. شايفين بقى الجلاش طالع معانا مورق ازاي وما خدش معانا اي وقت خالص؟ شايفين الجمال؟ جربوه بقى علشان بجد يستاهل التجربة. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو. يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.